السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ نوجة والشيف مصطفى. النهاردة بقى هنعمل مع بعض صينية مكرونة بشاميل كده زي ما احنا شايفين، بمقادير سهلة وبسيطة. اللي ما يعرفوش يعملوا البشاميل بقى المبتدئين هقول لهم على طريقة سهلة جدا يقدروا يعملوه ويطلع معاهم مظبوط جدا، ومن غير اي تكاليف ومن غير اي افتكاسات. كمان هنعمل مع بعض جنبها المكرونة بشاميل، يعني جنبها فراخ بتبقى تحفة وهي جنبها فراخ. هنبدأ مع بعض نشوف مقاديرنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا يا جماعه، انا معايا طاسه سخنه هنزل فيها بمعلقه سمنه حلوه، وبعدين هنزل فيها بشويه زيت. تمام. ده ليه؟ اول حاجه انا بعملها في البشاميل، بعمل العصاق بتاعي. بعد ما السمنه والزيت يسخنوا هروح هنزل عليهم بالبصل بتاعي. كميتك على حسب ما انت هتعملي اللحمه بتاعتك، هتعملي ربع اعملي، هتعملي نص براحتك. انا هنا كنت هعمل نص كيلو لحمه، فانا حطيت كميه البصل بتاعتي على الزيت والسمنه بتوعي، وهديهم تشويحه كده لغايه لما البصل بتاعي يغير اللون بتاعه. اول ما البصل يوصل للون ده اللي احنا شايفينه هنزل عليه باللحمه اللي معايا. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمه. تمام. ما نزلش، في ناس بتحب تنزل باللحمه الاول، بس انا حبيت انزل بالبصل الاول. بعد ما احط اللحمه عليه هبتدي بقى ان انا اقلب البصل واللحمه مع بعض. هدخل الاتنين كده كويس جدا مع بعض زي ما احنا شايفين. خليكي معايا خطوه بخطوه، اعملي بالطريقه دي ما فيهاش اي افتكاسات، وان شاء الله هتعجبك ولا فيها اي حاجه. اي حد هيعرف يعمل صينيه المكرونه دي. بعد ما قلبتهم ودخلتهم كده كويس في بعض هنزل عليها بشويه ملح، شويه فلفل، بهارات لحمه. لو ما عندكيش بهارات اللحمه تقدري تحطي بقى شويه من القرفه، شويه جنزبيل، جوز الطيب، لكن بهارات اللحمه دي موجود فيها كل الحاجات دي. تمام. يعني انت تقدري تستبدلي بكده. كده كان اول حاجه انا خلصت العصاق بتاعي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بعد كده هعمل كده تاني بعد ما عملت العصاق بتاعي؟ هعمل البشاميل. في ناس بتعمل بشاميل على السخن، انا بقى بحب اعمله على البارد عشان اللي ما بيعرفش يعمل بشاميل يعمله بنفس الطريقه دي. 4 معالق سمنه، يعني 4 معالق دقيق. 4 معالق، 3 معالق سمنه يبقى 3 معالق دقيق، لازم السمنه تبقى زي الدقيق. انا هنا هعمل 4 معالق سمنه، هنزل هسيحهم الاول، هسيحهم ما سخنهوش قوي، وبعدين هنزل عليه ب4 معالق من الدقيق زي ما احنا شايفين كده. 4 معالق سمنه، 4 معالق دقيق. تمام. وبعدين هنزل عليها بكيلو اللبن اللي معايا. انا هنا معايا كيلو لبن هعمل بالبشاميل. بعد ما انزل بالكيلو اللبن اللي معايا هبتدي ان انا اقلبه كده بسرعه تقليبه كويسه زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. على فكره الطريقه دي سهله جدا. لو ناس ما بتعرفش تعمل بشاميل على السخن، يعني حد مبتدئ يقدر يعمله بالطريقه دي. انا قبل كده عملت معاكم البشاميل بس بطريقه تانية، يقدر يعمل بشاميل بالطريقه دي. الطريقه دي حلوه وهتبقى كويسه معاكي، يعني هتستخدميها على طول. بعد كده هنزل عليه بشويه من الملح وشويه من الفلفل، مش كتير علشان ما تغمقيش البشاميل بتاعك. تمام. تمام. احنا كده عملنا العصاج واهو عملنا البشاميل. بعد ما احط عليه الملح والفلفل، طبعا انا قلبته كويس اللبن مع الدقيق، هرفعه على النار وابتدي اقلب فيه بقى. افضل ايدي فيه كده اقلب فيه لغايه لما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. اهم حاجه ايدك فيه علشان ما يكلكعش معاكي، وان انت تعمليه على البارد ان شاء الله يعني هيساعد ان هو ما يكلكعش معاكي، وهيطلع معاكي مقداره مظبوط. بصوا انا كده كنت رفعته على النار وخلاص اهو ابتدى ان هو انا عايزه القوام اللي هو مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، القوام اللي هو مظبوط. انت عينك ميزانك زي ما انا قلت لكم يا جماعه، عينك تبقى ميزانك في كل حاجه. اول ما ابتدي يغلي اهو غلى معايا، يغلي معاكي البشاميل اللي مع اللبن، ابتدي بقى ان انت ترفعيه من على النار، تسيبيه يهدى شويه. هو يعني انت ما تخلوش تقيل عشان انت هترفعيه من على النار، قبل ما يجي يبرد هيتقل شويه كمان. تمام. هنا كان معايا بقى حله ميه فيها ميه غليت فيها بشويه ملح، هنزل عليها بالمكرونه بتاعتي. كميه المكرونه اللي انت هتعمليها زي ما انت عايزه. كده كانت المكرونه اتسلقت معايا، كميتك على حسب استخدامك. تمام. تمام. بعد كده بقى هنزل بالمكرونه بتاعتي دي في حله، كل المكرونه. تمام. ما تفصليش اي حاجه. وبعد ما انزل عليها في الحله كل الكميه اللي معاكي بتاعتك، ابتدي بقى ان انت حطي عليها مغرفتين كده بشاميل من اللي انت عاملاه. تمام. وبعد ما تحطي مغرفتين البشاميل بتوعك قلبيهم مع بعض. الخطوه دي كويسه. في ناس بتحط المكرونه، بترص رقات المكرونه وبعدين بتنزل عليها بالبشاميل من فوق. لا انت تقدري تعملي كده. وبعد ما حطيت مغرفتين البشاميل وقلبتها هنزل عليها بشويه برده من الجبنه الموتزاريلا بتاعتي، وبرده اقلبها مع بعضها. هتديها طعم حلو، هيبقى الجبنه جوه سايحه والبشاميل هتبقى طعمها احلى من ان انت ترصيها كده من فوق.
برضو هنحط من فوق، بس الخطوه دي كويسه يعني. تمام. وهنزل عليها بشويه بقى ملح وشويه فلفل، يعني بعد ما احط المكرونه انزل عليها بمغرفتين البشاميل، شويه ملح وايه وشويه من الفلفل، واقلبهم كده مع بعض زي ما احنا هنشوف كده. وبعد كده ان شاء الله لغايه كده تمام. تمام، مفيش اي حاجه صعبه اهو زي ما احنا عارفين. بعد ما اقلبهم مع بعض هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي. انا هنا كان معايا قالب عشان انا كنت عامله يعني ايه نص كيلو لحمه، وكنت عامله كميه يعني كبيره. القالب بتاعي اهو جبته. هبتدي بقى ان انا انزل فيه بمغرفه بشاميل كده من تحت، وابطنها كلها بالبشاميل. تمام زي ما احنا شايفين. بعد ما بطنها بالبشاميل كده هنزل عليها بقى ايه بالمكرونه. طبعا الكميه اللي فوق زي الكميه اللي تحت، انت عينك ميزانك تقدري ان انت تقسمي المكرونه الجنب اللي تحت، علشان ما يبقاش عاليه من فوق او عاليه من تحت. ويا ريت لو من تحت تبقى ايه يعني ازيد شويه. تمام. بعد ما خلصت كده الطبقه اللي من تحت هبتدي بقى ان انا انزل عليها باللحمه اللي انا معصجاها معاكم. لغايه كده تمام. تمام مفيش اي مشكله. بعد ما نزلت باللحمه اللي انا معصجاها هفردها كويس بقى في القالب بتاعي. هنزل بقى عليها بقيه كميه المكرونه الموجوده، اللي هو نص المكرونه او الاقل سنه. تمام. برضو انت عينك ميزانك، عارفه هتحطي لحمه قد ايه، عارفه انت هتعملي ايه. بعد كده بقى هنزل ايه، بعد ما انزل بالمكرونه من فوق هبتدي بقى انزل بالبشاميل بتاعي كله كده، اوزعه على الصينيه من فوق زي ما احنا شايفين كده مع بعض. مفيهاش اي حاجه، بشاميل زي النجريسكو، نفس الخطوات، بس بدل ما بتحشي لحمه مفروم بتحشي التانية شاورما، بتعملي خلطة الشاورما اللي هي الفراخ مع الفلفل الألوان. تمام. احنا هنا اهو شايفين انا خلاص عملت الطبقة اللي فوق، حطيت لها البشاميل بتاعها. هبتدي بقى انزل عليها بالجبنة الموتزاريلا اللي معايا كلها. تمام. تمام. كوني بقى انت مسخنة الفرن، وابتدي بقى ايه ان انت تحطيها في الفرن. وبكده كانت المكرونة خلصت معايا زي ما احنا شايفين. بصوا، والطبقة اللي فوق يعني متساويه مع الطبقه اللي تحت، مش جنب وجنب، بحيث اما تطلعي خرطه المكرونه تبقى زي ما هي. انا هنا كنت هعمل جنبها فراخ. تمام زي ما احنا شايفين. جبت بقى صينيه، حطيت فيها شويه زيت. الفراخ دي طبعا انا سلقاها، هرص فيها الفراخ بتاعتي زي ما احنا شايفين. كميه الفراخ بتاعتك رصيها، هي المكرونه بشاميل يعني مكرونه وفراخ، بتبقى تحفه طعمها جنب الفراخ. تمام. تمام. بعد ما رصيت الصينيه بتاعتي كده زي ما احنا شايفين، هجيب بقى طبق فاضي عشان اعمل صوص كده ان انا ايه احمر بيه الفراخ. احط فيه معلقتين صلصه بتاعتي اللي هي الجاهزه دي، معلقتين صلصه حلوين. بعدين هنزل عليها بشويه من الملح وشويه من الفلفل وشويه زيت. اكتر من كده ما تحطيش، انا ما بحبش كتر التوابل في الحاجه، وما بحبش احط بكميه كبيره. في الشيء اللي لما بيزيد عن حده بيبقى مش حلو. ساعات بتحطي توابل كتير بتقلب طعم الحاجه، ما بتستطعميش طعمها، بتبقى طعمها متغير خالص. تمام. هو صلصه وملح وفلفل وايه وشويه من الزيت، قلبتهم شويه كده مع بعض كلهم كويس كده مع بعض. وبعدين رحت جايه دهنه بيهم بقى ايه، هدهن بيهم الفراخ بتاعتي كلها يعني كل الجوانب بتاعت الفراخ. تمام. وبرده كنت مسخنه الفرن زي ما احنا شايفين كده، وهحطها في الفرن برضو ايه تتحمر. ما فيهاش اي حاجه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كل حاجه ما تصعبيش الامور على نفسك، ما تقعديش تحطي في توابل توابل توابل، لا كتر التوابل مش حلو على فكره. حطي الحاجه بالمعقول. كنت بصوا دهنتها كلها زي ما احنا شايفين بس، وهدخلها الفرن. وكده برضو كنت خلص. انا كده طبعا الفراخ دي انتوا عارفين ان انا سلقاها. بصوا بعد ما اتحمرت كانت ريحتها وشكلها وطعمها روعه جدا جدا بجد. هتعجبكم قوي لو عملتوها بالطريقه دي خفيفه. يعني لو انت عايزه تحمري فراخ حمريها كده، عايزه تحمريها بقى انت في عادي من فوق في الطاسه حمريها كده. كانت بقى ايه المكرونه بتاعتي اهي طلعت وخلصت زي ما احنا شايفين. الوصفه دي ما فيهاش اي حاجه، مكرونه بشاميل وفراخ. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، وكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لمطبخ نوجة والشيف مصطفى، وربنا يحسن ما بين ايديكم.